فين المصريين؟ انا لفيت في بعض دول العالم وجدت الاثار المصريه لها اكبر كرامه من وجودها في مصر، وهنا بيطلعوا في التلفزيون المصري عشان يقولوا ان الحضاره المصريه حضاره عفنه، وعايزين يلبسوا ينقبوا التماثيل الفرعونيه القديمه، عايزين ينقبوها، عايزين يزيلوا حضاره مصر. طب قاعدين فيها ليه؟ ما يمشوا من مصر، قاعدين فيها ليه؟ اما الحاجه الثانيه، هل المصريين راضيين على كده؟ سؤالي لاخويا محمد واخويا علي واخويا محمد واحمد، هل هو راضي ان حضاره مصر تبقى عفنه؟ لو مش راضي ساكت ليه؟ ما يجي معانا يقول، يشرف معانا ويقول انتوا راضيين يا جماعه؟ قولوا مش راضيين، قولوا. الحضاره المصريه حضاره عريقه، ام العالم. تعقيبا بس على كلام استاذ بونا، يعني انا اسمي بهاء صابر، انا مسلم. اهلا وسهلا. ويعني كان وفي اهو ناس مسلمين جايين مشاركين. كويس. انا بقول للشرطه ليه؟ وكان موجود فاطمه نعوت من شويه وقالت نفس اللي حضرتك بتقوله، ونبيل شرف الدين، ويعني سمعته في التلفزيون كلام كتير جدا. اذا في لا، انا بقول للاخوه للشرطه، وجهت لهم كلمه، قلت لهم ايام الاحتلال الانجليزي استخدموا ايادي الشرطه تضرب المصريين لمصلحه الاحتلال. لكن النهارده انا سؤالي هو ليهم، انتوا يا جماعه مصريين ولا لا؟ لو مصريين طب ساكتين ليه؟ ما تقولوا يا شرطه، ما تقولوا يا مشير، ما تقولوا يا وزراء، ما تقولوا يا عصام الشرف الدين، قول، اتكلموا، انطقوا، قولوا ده غلط. المسلم العادي، ما انا بص، انا واثق تماما، انا ليه بقول الكلام ده؟ انا واثق تماما ان الشارع المصري لا يقبل هذا مطلقا. طيب سايبين زي ما يكون حاجه فيها مليون واحد وسايبين 10 يمثلوهم و10 معفنين، ليه؟ 10 قمه السوق للبلد، ليه؟ ايه تفسيرك يا ابونا لحاله التبلد اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ انا مش عارف، حاجه واحده بس، قد يكون هناك بعض القائمين في النظام الان خايفين على نفسهم، احسن يستقلوا مع النظام القديم بس. لكن لو هم ما لهمش مش على راسهم بطحه، هيقفوا يقول كلمه الحق، البلد تفوق بقى كفايه. هل انت شايف يا ابونا ده المحافظ غير كلامه كل يوم، يغير كلامه عن اللي قبله يا ابونا؟ انا اللي بستغرب له ازاي يختاروه محافظ. هل محافظ ده محافظ على نفسه تقريبا. هل انت شايف يا ابونا محافظ على الكرسي يا ابونا؟ ده محافظ على الكرسي. هل انت شايف ان الاباط دلوقتي بيتم استخدامهم ككارت سياسي للعب بيه؟ بالظبط. طب ايه تعقيبك على الموضوع ده؟ تعقيبي قالوا كتير، نبيل شرف الدين قال كلام كتير، وفاطمه نعود، والصراحه قالوا كلام عظيم جدا جدا. قالوا ان مصر، ان الاقباط دول قلب مصر، لو انصاب على فكره مصر كلها تتعب. في كلام كتير بيقول انها مضيافه مش كنيسه، هل في وثائق فعلا تثبت انها كنيسه؟ بص عندي يا جماعه، لحظه، انا عندي شخصيا يا جماعه الوثائق تثبت كده. لحظه يا جماعه، انا سمعت وشفت وثائق كتير على التلفزيون انها كنيسه، ولكن سؤالي لماذا يلجا الاقباط للصلاه في بيت من البيوت او يحولوا بيت لكنيسه؟ ليه؟ عشان ما فيش كنيسه. طب خلاص، هي ببساطه كده. وبعدين انا لما بقف اصلي لربنا هيزعلك بحاجه؟ لا طبعا. طيب خلاص، يزعلك ليه؟ تقدير حضرتك ايه للراي اللي بيقول احنا نطالب المجلس العسكري ببناء كنيسه اخرى مماثله لهذه الكنيسه، ولكن هذه الكنيسه تظل على حالها شاهد للتاريخ على القمع والمعامله الهمجيه والوحشيه، زي ما بيحصل في كل دول اوروبا. احسن راي، ولكن ديت مهمه قوي. نمره واحد، قالت اللي محافظ على نفسه يروح يحافظ على نفسه بره، مش يبقى بس محافظه حرام يعني. دي نمره واحد. نمره اثنين، القبض على المجرمين، على الخونه، على على الناس اللي هم غير مصريين، دول مش مصريين، استحاله مصريين. ما حدش بيخرب بيت، ما حدش يخرب بيت ابونا، انما ولكن كنيسه صول ايضا، كنيسه صول، القبض على وكنيسه القديسين ومبابه، الله، ونجا حمادي. احنا ناس نسينا الكلام ده كله، ما يتنسيش. 1500 حاله اعتداء من 72 ل 2009 يا جماعه. لحظه، في العمرانيه لما زي المحافظ لما قال ساعتها، لما حب التجمهر بتاع الناس يبعدوا بالنار، ضربهم بالنار. صح، بس بذخيره حيه. بعدها بكام يوم نطوا في اسم، اظن في عشان يطلعوا ناس من الاسم، ضربوهم بخراطيم الميه. وسؤالي، لماذا يضرب الاقباط برصاص حي
بينما الاخرين بخرطوم ميه. طب هو يعني هو كان ضربهم بخرطوم ميه في طول معناها ان هناك منظومه من النظام القديم وموجوده في النظام الحالي ضد الاقباط، متعنته ضد الاقباط واضحه جدا. وانا واثق ان الكلام ده مش ممكن يريح اخواتنا المسلمين اللي هو قادر على ده في مصر اطلاقا. بس المشكله ان الناس اللي ظاهرين الناس اللي ظاهرين منظمين هم الاخوان والسلفيين فقط لا غير. اما بقيه الناس البسطاء اللي هم يمثلوا البلد بحالها، ناس عايشين في حالهم وناس مؤدبين وناس محترمين اللي احنا طلعنا وسطهم وتربينا وبنعمل معاهم حتى الان.